اليوم حضرت لكم عصيدة البوفريوة تحضروها للمولد بنة على بنة وسهلة على الآخر، وعملت معاها كريمة مختلفة على نعملوها في العادة. والبنة جات روعة، نودكم ولا نشهيكم. وقبل ما تشوفوا الطريقة ما تنساوش تحطوا لي جيم كومنتير وتبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش كالعادة تتابعوني على الانستغرام والتيك توك والفيسبوك واليوتيوب. خديت كاسرونة حطيت فيها 200 مليلتر حليب، 200 مليلتر ماء، 125 جرام بات دو نوازيت، مغرفة كبيرة نستلي، 50 جرام فرينة و50 جرام سكر، ونخلطهم مع بعضهم. وتحاولوا تخلطوها بالكدا بالكدا باش تتنحى الكعابر متاع الفرينة، ونهز نطيبها على نار تكون قليلة، ونقعد نخلط ما غير ما نوقف على التحريك لين تولي تغلي. وهذايا التكستور متاعها كيفاش لازمته يكون بالطريقة هذه. خذيت كيسان كيما هكايا، تنجموا تاخذوا اي حاجه تكون متوفره عندكم في الدار وهي مازالت سخونه باش نصبها في وسط الكيسان كيما قاعدين تشاهدوا في الفيديو. تويكا باش نحضر الكريمه، خذيت كاسرونه حطيت فيها اصفر متاع عظمه ومغرفه كبيره سكر ونخلطهم مع بعضهم. كان تحبوا الكريمه تجي حلوه اكثر تنجموا تزيدوا في السكر. ومن بعد نزيد لهم 250 مليلتر حليب ونرجع نخلطهم ونضيف مغرفة كبيرة بات دو نوازيت ومغرفة كبيرة نشا ومغرفة كبيرة كاكاو ونخلطهم الكل مع بعضهم. ونهز نطيب الكريمة على نار تكون قليلة ونقعد نخلط ما غير ما نوقف على التحريك لين تولي تغلي وتتماسك. وهذه التكستور متاع الكريمة كيفاش لازمتها تكون بالطريقة هذه، لازمتكم تخلطوها على البارد بالكدا بالكدا باش تتنحى الكعابر متاع النشا والكاكاو باش تعطيكم ريزولتا باهية. وبعد ما بردت الطبقة الأولانية متاع العصيدة كيما هكايا، نصب فوقها الكريمة ونسطويها بالباهي من الفوق ونخليهم يبردوا مدة ساعة. بالنسبة التزيين تنجموا تزينوا كيف ما تحبوا انتوما. بالنسبة لي انا زينت زوز كيسان باللوز ابيض مرحي وحطيت فوقهم لوز وبفراوة وزوزة، والكيسان الاخرين زينتهم باللوز مرحي وانتوما حطوا شنو تحبوا. وهذه كانت اول وصفة متاع الصيدة واللي هي عصيدة البفراوة. ان شاء الله في الايامات الجاية باش نقدم لكم الوصفات الاخرين متاع العصايد، ونتلاقاو ان شاء الله في مزيد من الوصفات.